بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم أخواتي، مرحبا بكم في قناتكم قناة مطبخ أم منار. كما شفتوا في بداية الفيديو عندنا اليوم كوكا بعجينة التوريق، يعني تخرج لنا ما شاء الله بمكونات ومقادير مضبوطة. ما عليكم غير تتبعوا الفيديو إلى آخره. بسم الله. نبداو بالمكونات. كما راكم تشوفوا معايا هنايا عندي 400 غرام نتاع فرينة، عندي 3 كيسان ممسوحين، عندي هنايا مغرف نتاع الخل، عندي 4 مغرف نتاع الملح، 4 مغارف نتاع السكر، وعندي 3 مغارف نتاع الزيت. نبداو بسم الله. اول حاجه عندي نفوت هذه الفرينه في هذه الصفايه، نجي هنايا نحط عليها 4 مغارف نتاع السكر، 4 مغارف نتاع الملح، ندير حفره في الوسط ونحط فيها عندي مغرف نتاع الخل، وعندي 3 مغارف نتاع الزيت. في نفس الوقت عندي هنا كيما راكم تشوفوا معايا عندي نفس الكاس عبرت به ماء بارد كان في الثلاجه، خليته يبرد شويه. اذا نحط نصف الكميه ونخلط هذه العجينه، نخلط هذه المكونات حتى نتحصل على عجينه تكون طريه. نزيد الماء غير بشويه هكا باه ما نجريهاش بزاف، وإلا خصني الماء راح نزيد. انا راح درت الكميه كامل هذه، درك نلمها ونشوف. اذا انا دات لي غير هذه الكميه، مانيش رايحه نزيد لها. شوفوا هنايا القوام نتاعها، نحاول ندلكها غير واحده دقيقه برك فقط باه نلم المكونات يدخلوا مع بعضهم ونتوقف. كما راكم تشوفوا معايا بهذه الطريقه. شوفوا هنايا يعني الكميه مضبوطه، كميه تاع كاس تاع الماء. نحطها لداخل في ساشي، ندخلها للثلاجه، نخليها تريح حوالي نصف ساعه، ونجو نحضروا الحشو نتاعنا مع بعض. بالنسبه للحشو نتاعنا كما راكم تشوفوا معايا عندي حبه بصل راني مقطعتها شرائح بهذه الطريقه، عندي هنايا 2 حبات طوماطيش متوسطين، عندي شويه نتاع الزعتر، هنايا فص نتاع الثوم درك انايا نربيه، عندي 4 مغرف نتاع طماطم مصبره. بالنسبه للتوابل عندي فلفل الكحل وشويه نتاع الكمون. هذا واش راني دايره. اذا طبعا بطبيعه الحال سيد المائده اللي هو الملح، نقليهم قبل نقلي شويه هذا نتاع البصل كي يذبال، نزيد معاهم هذا الطوماطيش، طبعا في شويه نتاع الزيت، نخليهم يبردوا على جهه كي ترتاح لنا العجينه نجيو نكمل الوصفه نتاعنا ان شاء الله. هذه هي الصلصه نتاعنا بعد ما حضرتها، يليق يعني تنشوها من الماء، ما تخلوش فيها الماء. فانا هنايا عندي لهنايا عندي علبه طون نتاع طماطم راح نخلطها معاها. اذا نخلطها ونديرها في الثلاجه نخليها تجمد، ونجو نحضروا العجينه نتاعنا. نجيب العجينه نتاعي، شوفوا هنايا كيف ريحت، كيف راهي يعني طريه. نجيب شويه نتاع الفرينه ونرش على طاوله العمل، نرش ايضا عليها شويه من الفوق، ونجي نحلها طبقه تكون عندي رقيقه. كل مره نقلبها على جهه الاخرى ونحلها. وبعد ما حليتها تبقى رقيقه كيما هكا. كيما راكم تشوفوا معايا عندي زبده التوريقه هنايا راني وزنتها 250 غرام، راني رايحه نربيها كامل عليها. ندي هذه اللي تكون رقيقه ونربيها عليها كامل. نغطيها كامل الوجه نتاعها بهذه الزبده. كيما راكم تشوفوا معايا بهذه الطريقه. درك نجي نطبقها. مانيش عارفه اني يسمحوا لي هذه الكامل يعني البورطابل ماهوش شاد لي كامل التصوير، ولكن درك تشوفوها بهذه الطريقه. نبدا نطبق فيها. نجيب شويه تاع الفرينه ونضغط عليها بهذه الطريقه باه تلصق لنا هذه الزبده في هذه العجينه تاعنا. ومن بعد نجي هنايا نطبقها بهذه الطريقه.
ونجي دروك نبدا نحل فيها، نضغط عليها قبل بالرولة كيما هكا بهذه الطريقه، ومن بعد نحلها ثاني بنفس الطريقه نتاع الساعه، نحلها تبقى تكون عندي شويه رقيقه. ندي هكا من الوسط، ندي ونجيب ندورها، وبنفس الطريقه نحلها مليح بهذه الطريقه. ومن بعد نجي نثنيها بهذه الطريقه، نثني من هذه الجهه الثاني ونزيد نطبقها بهذه الطريقه، ونزيد نحلها مره واحده اخرى، نعاود نطبقها بنفس الطريقه، ودائما نبلع عليها من الجهه اللي تكون مفتوحه، يعني منا راهي مبلعه منا مبلعه منا راهي مفتوحه، اذا رايحه نطبقها بهذه الطريقه. كما راكم تشوفوا معايا نزيد نحلها مره واحده اخرى وخلاص. نجي هنايا نعطي لها الاخر التور سامبل مع التالي، نظن يعني الصوره معبره بلا ما نهضر. وهذه هي العجينه المورقه نتاعنا اللي نخدم بها، ما نستغناش على هذه الطريقه، يعني تخرج لي ما شاء الله هذه العجينه. ونجي هنايا نقسمها على زوج كما نعرفوا الكوكا نتاعنا، طبقه تكون لتحت وطبقه تكون الفوق. شوفوا العجينه المورقه تاعنا كيف خرجت لنا ما شاء الله. اذا درك نخلو الحشو نتاعنا يبرد ونجو نوجدوا الكوكا نتاعنا ان شاء الله. نجيب نص نتاع العجينه كما شفناها مع بعض، ونحلوها طبقه على يعني على حسب السنيوه اللي رانا راح نطيب فيها. انا عندي السنيوه هذه راني راح نحاول نطيب فيها هذه الكوكا نتاعي، راني دهنتها بشويه نتاع الزيت، غبرتها بشويه نتاع الفارينه. شوفوا نحطها على العجينه كيما هكا ونزيدوا شويه عليها باه نطلعوها على الحواف. نفد هذه العجينه بالحلال ونجي نحطها في هذه السنيوه. شوفوا هنايا راني حطيتها، والعجينه كيما راكم تشوفوها معايا، شوفوا كيف راهي رقيقه، يعني راني مرقتها هنايا خاطر راح تنتفخ لي، ما نديروهاش خشينه وبها طيب لنا مليح. ندخلوها كامل لداخل ونجيبوا الحشو نتاعنا. نحط الحشو هنايا بعد ما برد لي مليح كيما راكم تشوفون، نخلوه ناشف ونمشوه كامل على هذه الطبقه الاولى. الا بغيتوا يعني الا عجبتكم الوصفه وبغيتوا تعرفوا المقياس نتاع السنيوه، ما عليكم غير تكتبوا لي في التعليقات، خاطرش انايا مانيش نشوف بلي كاين تفاعل كاع في القناه نتاعي. اذا الا صوت تفاعل راني نعطيكم هذا يعني التساؤل بالنسبه لهذا الكوكا، نعطيكم كامل الاجابات المتعلقه بها باش تنجح لكم هذه الوصفه. ان شاء الله تعجبكم وتتفاعلوا مع قناتي. نجي نحل الطبقه الثانيه بنفس الطريقه. اذا بعد ما حليتها بهذه الطريقه بنفس الطريقه السابقه، نرفدها ونجيب السنيوه نتاعي ونغطيها هكا، ونصير عليها ثاني مع الاطراف منا، ومن بعد نقلع هذوك الزوايد. نجيب الحلال ونضغط على الجوانب ونحي هذه الزوائد. اذا ندسهم مره واحده اخرى، نزيد نخدم بهم حاجه واحده اخرى، ولا الا صنعت الكوكا مره واحده اخرى نعاود ندخلهم في هذه العجينه، اولا ندخل العجينه هذه فيها. اذا كيما راكم تشوفوا معايا هذه هي السنيوه نتاعنا. درك انايا نجيب لها الصفر نتاع البيض ونطلوها من الفوق. عندي هنايا صفر نتاع البيض مع مغرفه نتاع الحليب، نخلطهم ومن بعد نجي ندهن كامل الوجه نتاعها. الى عجبكم الفيديو، عجبتكم هذا الكوكا المرقه، اذا ما عليكم غير ديروا جيم الفيديو هكا باه يطلع ويستفاد منه اكبر عدد ممكن من المشاهدين. ان شاء الله ما تبخلونيش هذه المره وتعاونوني في القناه باه تطلع، يعني نجاح القناه بالدرجه الاولى من عند الله سبحانه وتعالى. والا بغيتوا نتوما تدعموني رايحه تطلع هذه القناه يعني ما شاء الله.
ومن بعد نجي نبيكيها كيما هكا غير شويه هكا باه يدخلها الطياب للطبقه الفوقانيه طيب لنا مليح ماشي بزاف. ونجي هنايا نطراسيها نقسم هذه على زوج. نتوما كيما بغيتو تقسموها من على زوج. راني غير الفوق بركه مانيش نهبط حتى لتحت راني نطراسي فيها غير من الفوق. ومن بعد هنايا راني راح نقسمها على 3 بهذه الطريقه يعني باه نخرجها على شكل مثلثات. كل وحده دروك راني رايحه نقسمها على زوج يعني غير نطراسيها من بعد كي طيب لي نعرف كيفاه نديرها. ما تنساونيش اخواتاتي بالجام بتعليق شباب كيما نتوما هكا باه تطلع القناه اذا نفيدوا ونستفادوا. هذه هي الكوكه نتاعنا. التزيين نتاعها كيما بغيتو ديروا لها زيتون بغيتو ديروا لها فلفله خضراء حمراء كيما بغيتو ديروها. اذا انا درك راح ندخلها للمجمد تريح لي واحد تقريبا 5 دقائق حتى ل 10 دقائق في الوقت اللي نشعل فيها الفور. الفور راني راح نشعلو هنا فول الساعه يعني على اقصى درجه من الفوق ومن التحت نخليه حتى يسخن مليح. كي يسخن مليح نطفي هذاك الفوق ونخليه غير لتحت ونطلع هذا السنيوال الطبقه كاع اللي الفوق. اذا نخليها حوالي تقريبا 10 دقائق. كي نشوفها تورقت نقصلها كامل ونخليها حتى طيب لي. كي طيب لي نعاود نهبطها لتحت كامل نشعلها من الفوق ونخلي هذاك الوجه اللي من الفوق يحمر حتى تاخذ هذاك اللون الشباب نتاع الكوكه. اذا راح نطيبها ومن بعد نرجعوا نشوفوها كيف طابت معنا ان شاء الله. هذه هي الكوكه نتاعنا. شوفوا بعد ما طابت كيفاه يعني طلعت يعني تفخت لنا سوا. نزيد نقربها لكم تشوفوها. شوفوا الاطراف نتاعها كيف خرجت لنا والشكل يعني خرج لنا ولا اروع. شوفوا هنايا يعني وصفه ناجحه 100%. ما عليكم غير تطبقوا يعني القواعد اللي قلتها لكم المقادير بالما يعني تكون مضبوطه وراح تنجح معكم بهذه الطريقه. انتم بغيتوا تزيدوا لها التزيين هذيك حاجه واحده اخرى. شوفوا نجو نقطعوها مع بعض ونشوفوا كيف خرج لنا التوريق نتاعها. بسم الله. شوفوا لكم تسمعوا القرمشه يعني راهي ما شاء الله. شوفوا هنا كيف راه التوريق راه ولا اروع. شوفوا هنايا لكم تسمعوا في القرمشه. اذا هذه هي الكوكه نتاعنا. اذا عجبتكم اخواتاتي دائما ما تنساونيش بالجام خاصه الجام هكا باه يطلع الفيديو. وخلونا تعليق شباب كيما نتوما باه نعرف باللي هذا الفيديو راه عجبكم. والواحد تزيدوا تدعموا ويزيد يخدم لنا يزيد يخدم يعني في القناه نتاعو. انا صراحه مانيش لاقيه الدعم على هذيك مانيش نحط بزاف يعني مره على مره وين نحط فيديو. شوفوا هنايا ولا اروع. اذا هذا هو الفيديو نتاعنا نتاع اليوم الخاص بالكوكه المورقه. ان شاء الله تعجبكم تبارطاجوها مع الاصدقاء والاحباء. اذا في الاخير ما بقى نقول لكم غير السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.